هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذكر خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام وصلها يوم الاثنين، والناس في المدينة في غاية الشوق لمجيئه عليه الصلاة والسلام والتطلع لقدومه، وكانوا على علم بأنه خرج عليه الصلاة والسلام من مكة متجها إلى المدينة، فكانوا يتحرونه عليه الصلاة والسلام، وكل يوم إذا أصبحوا خرجوا في ظاهر المدينة من جهة مكة يتحرون مجيئه عليه الصلاة والسلام حتى تحتر الشمس فيرجعون. وفي اليوم الذي قدم فيه عليه الصلاة والسلام كان قدومه يوم الاثنين بعد اشتداد الضحى واحترار الشمس، فكان الناس قد رجعوا، يعني جاءوا على عادتهم في تحريهم للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، واحترت الشمس فرجعوا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، أي في المدينة، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته وافاهم، أي قدم عليهم صلوات الله وسلامه عليه حين اشتد الضحى، يعني حين احترت الشمس، وكان الناس قد رجعوا إلى بيوتهم. قال: وقد كان خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم. فكان أول من بصر به رجل من اليهود، وهذا جاء في صحيح البخاري، وكان على سطح أطمه بضم الهمزة والطاء، وأيضا يقال بضم الهمزة وإسكان الطاء أطمه. قال في القاموس: الأطم كل حصن بني من الحجارة، كل حصن بني من الحجارة يقال له أطم. فكان الرجل على حصن مشرفا لبعض حاجته، فرأى مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع من معه قادما إلى المدينة، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة. فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة. هنا نسأل سؤال: من هم بنو قيلة ولم سموا بهذا الاسم؟ مر معنا قريبا. نعم، هم الأوس والخزرج. سموا بذلك لماذا؟ الأوس والخزرج رجلان تنسب لهما هاتان القبيلتان، وأم الأوس والخزرج قيلة، ولهذا يقال لهم بنو قيلة. قال: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. وجاء في رواية: هذا صاحبكم الذي تنتظرون. ومعنى جدكم أي نصيبكم وحظكم، لأن الجد هو النصيب. فقال: هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا نصيبكم الذي تنتظرونه وتتحرون مجيئه، وصاحب دولتكم التي تؤملونها. هذا معنى قوله: هذا جدكم أو هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. معنى تحية النبوة أي حيوه مسلمين عليه وينصون في السلام على النبوة، مثل أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، والسلام عليك أيها النبي، أو يا نبي الله. هذه الصيغة هي تحية النبوة. وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يرددون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. كانت هذه الكلمة تتردد في المدينة، الناس يقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله،
أما القول بأنهم كانوا ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الأبيات في مقدمه فهذا من الخطأ، ونبه على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر وابن القيم رحمه الله وغيرهما، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله ثنية الوداع القادم من مكة لا يراها ولا يمر بها، وإنما هي تقابل الذي قدم من الشام. القادم من الشام يمر بثنية الوداع لأنها من جهة الشام، أما الذي يدخل المدينة قادم من مكة لا يرى ثنية الوداع. فنبه ابن القيم رحمه الله وغيره أن هذا من الوهم والخطأ أن يقال أنهم كانوا استقبلوه بهذا النشيد طلع البدر علينا، وإنما الذي جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله، هذا ثبت في صحيح الإمام البخاري. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة. وسعد بن خيثمة مر معنا قريبا أنه أحد النقباء الذين اختيروا في العقبة، وهو من نقباء الأوس، لأن النقباء الذين كانوا من الأوس 3 ومن الخزرج 9. قال: قيل أنه نزل على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وقيل بل على بني عمرو بن عوف، وقيل بل على بني عمرو بن عوف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال: وهو الأثبت، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد وقال: وهو الأثبت، وهو الذي أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، أكثرهم لم يره بعد، يعني سمع به وآمن لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر، كان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه رضي الله عنه وأرضاه. فكان بعضهم أو كثير منهم يظن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري قال: فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يحيي أبا بكر، يعني يقبل على أبا بكر رضي الله عنه محيا يظن أنه هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس، حتى أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس، يعني اشتد الحر. قام أبو بكر بثوبه يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.